السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقة التحضير ديال الرفيسة بريستيج ديال نفيسة. الا بغيتو تشوفوا معايا الطريقة ديال التحضير خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، وكنقول لبنت اختي وراجلها مبروك عليكم الزيادة، يتربى في عزكم ان شاء الله، والتوأم اللي مات راه مشى صدقة عند الله والله يعوضكم. بسم الله على بركة الله. نبداو طريقة تحضير الرفيسة ديال النفيسة، هذا هو العنوان الزوين. المهم اول حاجه كنبداو بها وهي الدجاج، كنغسلوه مزيان وكنرقدوه في الملحه والحامض. من بعد كنجيو كنوجدو الشرموله اللي غادي نرقدو فيها الدجاج. ضرب الدراجه لقيتها تبارك الله راه حطات العطريه. المهم انا غنقول لكم اشنو دارت 2 معالق كبار ديال السكينجبير، درت معلقه كبيره ديال الابزار. هنايا راس الحانوت درت معلقه ونص، هنا راه كدير غير بيديها معلقه ونص ديال راس الحانوت. درت معلقه كبيره ونص ديال الخرقوم، كذلك درت معاه 2 ديال خنيشات ديال زعفران الملون. صافي درت هنايا الملحه حسب قياس راكم عارفين. الدجاج راه مملح، وملي غتكون كطيب غادي تزيد الملحه. فلهذا يعني نقصوا شويه من الملح، ما تكتروش بزاف. هنايا ما درت لا زيت لا والو، حيت اصلا حتى كي تكون كطيب عاد كدير الزيت، يعني ملي كطلع ديك الغليه الاولى كتزيد الزيت. صافي غادي دير الماء وغادي ترقد الدجاج في هاد التشرميله هادي. خليكم معايا. الدجاج ها هو قدامكم، ها هو مرقد في الملحه والحامض. هنايا كتزيد الماء، هنايا درت 2 كاسرونات عامرين ديال الماء. هذا هو المقدار اللي غادي يقد لهاد 7 ديال الدجاجات، يعني ما تكتروش الماء بزاف. في هذا العطريه ديال الدجاج اللي غنشرملوه ان شاء الله. صافي غادي تغسل الدجاج، يتعاود يتغسل ويستقطر، عاد نديرو الدجاج يتشرمل. والدجاج ديالنا من بعد ما استقطر ها هو هنايا كتشرملو. صافي غادي نخليها تكمل التشرميله ديال الدجاج، وغادي نرجع باش نكمل معكم التتمه ديال تحضير هاد الرفيسه هادي. وهنايا فقنا الصباح بكري، بدينا ان شاء الله التحضيرات ديال الرفيسه. هنايا بدينا اول حاجه نقينا البصله، وهنايا اختي ها هي كتقطعها على شكل طولي. اختي ان شاء الله هي اللي غادي طيب الرفيسه، راه ديما كنشاركها هنايا في القالات، هي اللي كطيب لينا في المناسبات، الله يخلي ليها صحيحتها. من بعد ان شاء الله ما غنسالي بالرفيسه غادي نشارك معكم الحلويات اللي درنا في هذا الاسبوع هذا. هنايا بدات اختي نصيب، ها نتوما كتشوفوا راه دارت البصله، درت هنا 4 ديال البصلات محكوكين. هنايا غير فين غادي تشحر الدجاج، حتى يطيب الدجاج عاد غادي دير البصله الاخرى. درت هنايا 4 ديال البصلات محكوكين، درت زعفران، وغادي تزيد نفس العطريه اللي دارت في هذا في التشاميه ديال الدجاج. شويه سكينجي واش كدير كتغمر من مورا ولدي. شيوات بريسيوس هديه. الملحه بلا ما كديريها كندير الملحه، عندي دجاج مملح كندير الملحه. اختي ما درتي شي ديال 12 10 ملحه 10
الشرموله ديالو مزيان باش تيجي بنين وشارب الشرموله ديالو، شارب الملحه ديالو. كنديرو الحلاجه ها بسم الله. ندير الدجاجه ديالي هكا، الدجاجه ديالي هكا ضروري هكا، ضروري هكا. بونجور. بونجور توجور. كما تبعتوا معايا خوتي، هنايا بدات اختي نصيب. راه العطريه اللي دارت في التشرميله ديال الدجاج هي اللي دارت في النصيب هنايا. بالمناسبه العطريه كنجيبوها من عند الاخ ديالي في برج مولاي عمر، كيبيع العطريه والمواد الغذائيه. العطريه اللي عنده على يدو غزاله ومنقيه. كذلك راس الحانوت حتى هو لذيذ في المذاق، عنده كيجمعوه على يدو وكيطحنوه وكيديروا في الشاسيات باش كيبقى هكذا محافظ على الرائحه ديالو. هنايا دارت الدجاج كيطيب، زادت عليه داك الماء فين طرقد الدجاج يعني الشرموله. صافي غادي دير غير الماء الكافي فين غادي يطيب هاد الدجاج. من بعد ان شاء الله عاد غادي تزيد الماء يعني البلول، وغادي تزيد البصله هنايا باش يطيب الدجاج لذيذ يعني بديك الشرموله ديال العطريه. وكذلك تنزيدو السمن الحار. السمن الحار كيعطي واحد اللذة زوينه لهاد بورماش او الرفيسه. ثم كنديرو هنايا ربطه كبيره ديال القزبر معدنوس مربوط، وغادي نزيدو كذلك الحلبه. كذلك هنايا كما كتشوفوا هنايا كنزيدو الزيت بلديه، ثم كنزيدو الحلبه منقيه وبغسوله. الحلبه حنا كنطيبوها مع المرقه. ضروري كنديرو الحلبه، ما كنديروش حنايا العدس ابدا. هي غير طلعت. خلاص الثوب راه مغسول مزيان نقي، ما لقيناش الثوب البيض درنا داك الثوب راه نقي. وما كنساوش بطبيعه الحال الثومه اللي نقيناها وغسلناها ودرناها هنايا درنا 8 الريوس ديال الثومه. هاد المقادير كلها الثومه والحلبه والمسخن وداكشي كيعطيو واحد اللذه زوينه. هنايا عاوتاني هبطت عند البنات لتحت الكوزينه، ها هما تبارك الله عليهم راهم خدامين، ها هما كيصايبوا المشماش بريستيج مع البيض السمان. الله يعطيهم صحيحتهم، كلشي خدام كلشي كيعاون. ايوا اللي طيباتو الله يعطيهم الصحه زعما نتوما اللي خلطاتو كلشي اللي يعطيهم الصحه. والله يقادو هو. هي الشريحه من بعد ما فوروها بدات هي كيصايبوا فيها القرقاع. كل شريحه كيديروا فيها نص قرقاعه ها هي، وغيدهنوها بالناباج باش تعطي داك اللون بريو. هنايا البنات كيصايبوا هاد الكاشير بريستيج، ها هما كيديروا الزواق ديالو. هنايا داروا كاوكاو. المهم ان شاء الله انا غادي نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديالو وتشوفوا المقادير اللي دارت اختي فيه. بصراحه جا زوين بزاف، الله يعطيها الصحه. غادي نخلي البنات يكملوا هاد التحضيرات هذه في الكوزينه، وغادي نطلع عاوتاني عند اختي نشوفها اشنو دارت. نكمل معكم التحضيره ديال الرفيسه بريستيج. وهنايا التمر من بعد ما كيمسحوه كيعمروه بالقرقاع. هنا كذلك الحلويات اللي غادي يقدموا مع اتاي، هنا البلاطويات غادي يقدموا مع اتاي والزميته للضيوف. هنايا اختي ها هي حيدات الدجاج كامل من بعد ما طاب، ودابا هنايا كدير البصله. غادي البصله وغادي تزيد الماء، الماء الكافي اللي غادي يسقي ليها القصع ديال بورماش، وغادي تزيد كذلك شويه د العطريه باش تبنن هاد البصله هادي. الطعم هذاك غادي نديرو حنا في
هذا غادي تجي وحده وحده وحده. ايوا صافي ديري خطات. هي زادت شويه ديال العطريه كذلك شويه ديال الزيت البلديه وغادي ترويها وتخليها طيب. وها الرفيسه ديالنا واجده. تغلى وتزيدي شويه المرقه. ياك غير تغلى ونزيد شويه المرقه. وهنايا صافي وصلنا المرحله ديال تقديم الاطباق ديال الرفيسه بريستيج. هنايا كما كتشوفوا الدجاج داروه في الفران تحمر. قبل ما يديروا الملوي بعدا داروا شويه ديال الروا، يعني كيديروا المرقه لتحت عاد كيديروا فوق الملوي. الملوي ما درناش، درناه يعني كوموندينا عليه. واحد السيده حدانا كتصايبو غزال تبارك الله عليها. حنا مولفين كنصايبوه في الدار ولكن ما قدناش الوقت، داكشي علاش كومونديناه. هنايا درنا غير دجاجه وحده حيت عندنا الناس بزاف، والناس خلاص اللي عندهم غير طبله ولا جوج راه كيديروا جوج دجاجات في الطبسيل ولا حتى ثلاثه، ولا كيديروا داك لي كوكلي الصغير. المهم هي البنه والحمد لله الخير موجود. كما كتشوفوا البنات معنا هنايا كل وحده وشنو كدير. انا يتعاونوا بيناتهم. كما كتعرفوا الرفيسه ضروري خاصها تسقى مزيان. ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم التحضيرات ديال هاد الرفيسه، مازال بزاف ما يتقال حيت ما حطيتش لكم طريقه التحضير ديال هاد المساخن. بغيت نقول لكم الكويرات ديال هاد الكبده المعمره. عفوا والله العظيم الا راني تقلبت. بغيت نقول لكم والله العظيم الا صافي راني دخت كليت الرفيسه ودوخاتني. بغيت نقول لكم الكاسير بريستيج. سمحوا لي. والله العظيم اللي قال زعما راه هاد الكاشير كيدوخ مع الحلبه والثومه وزيد وزيد وزيد. نتمنى الطريقه ديال التقديم تنال الاعجاب ديالكم. من بعد ما غادي يعني ياكلوا الناس وداك الشيء غادي نشارك معكم شنو حطينا ليهم. كما قلت لكم اتاي والكاطو والزميته، وغتشوفوا الطريقه ديال التقديم ديالهم حتى هما. والناس اللي عاونونا في هاد الاطباق هادو خواتاتي وعرايسات نسيبتنا حتى هما تبارك الله عليهم كلشي عاون. والعجوزه ديال النفيسه حتى هي الله يعطيها الصحه حتى كلشي حتى هما مساكن ما قصروش من جهدهم. واللي كلا حتى هو الله يخلف عليه، ولا طيب الله يخلف عليه، ولا يغسل الماء الله يخلف عليه. المهم تعاوننا وداكشي والله يجعلها صدقه مقبوله ان شاء الله يا ربي. واللي ما كتولدش الله يجعل ربي يرزقها الذريه الصالحه، وان شاء الله يكبروا في طاعه الله ورسوله. وبصراحه هاد الرفسه هادي جات لذيذه بزاف. الله يعطيها الصحه اختي، هي اللي طيبات. وكما قلت لكم من بعد ما نشرو ان شاء الله هاد الرفيسه هذه غادي نبداو في تحضير الحلويات. هي غادي نخدموا عليها ليل ونهار، وغادي نوريكم شنو درنا والتحضيرات اللي كنديروا. مازال ان شاء الله فيديوهات من وراء هذا الفيديو هذا.
وهذا البنات هذا الشيء ديال اتاي، ها هما الكاطو هنايا الصابلي مع الزميته. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا التزيين اللي درنا. هانتوما كما كتشوفوا الزميته حتى هي جات لذيذه بزاف ومعلكه. وهنايا من بعد ما مشاو الضياف وجمعنا روينتنا جلسنا هنايا كنتغداو. اخوتي نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي جيم وشي كومونتير تشجيعي، وتشتركوا في القناه ديالي وتبارطاجيوها مع الاحباب ديالكم، وشكرا لكم.